صلاة وسلاما عليك سيدي أبا القاسم يا رسول الله. إن سألت البدر حينما بدا ليلا أن يا بدر ما هذا الجمال فتنتني، رد علي مبتسما والنور يغمر وجهه لو علمت أصل الجمال نقرتني. أصل الجمال وجه الحبيب المصطفى، من نوره عرش الجمال سيعتلي، وما تراه من أنوار لنا فنحن نواب له، وإذا أصفر الوجه البهي ذهب الجميع والكل سينجلي. إن البيت الذي يقرأ فيه القرآن يتسع لأهله، إن البيت الذي يقرأ فيه القرآن يطوف به الملائكة، يتنحى عنه الشيطان، يزاد في رزق أهله. نسألك ربنا أن تصلي على حضرة النبي عدد من صلى عليه، ونسألك أن تصلي على حضرة النبي عدد من لم يصلي عليه، وأن تصلي على حضرة النبي كما أمرتنا بالصلاة عليه، وأن تصلي على حضرة النبي كما تحب أن يصلى عليه، وأن تصلي على حضرة النبي كما يجب أن يصلى عليه، وأن تصلي على حضرة النبي كما ينبغي أن يصلى عليه. صلى الله عليك وعلى آلك الذين ظهرت كراماتهم كشمس ليس دونها شعاع، كلما ذكر الله ذاكرا ودعا الله داع. أنت خاتم النبيين والمرسلين وإمامهم عند الاجتماع، وأنت خطيبهم إذا وفدوا إليه إجابتهم بالامتناع. يا من لك المعجزات العظمى، قد شفي بريقك الكثير من الجرحى، وبقليل من الطعام أطعمت كثيرا من الجياع. يا رب صل على حضرة النبي وآله صلاة دائما وأبدا بلا انقطاع، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا رب العالمين. صلوات ربي وسلامه عليك سيدي يا رسول الله. إن سألت مكة عن حبيب قلوبنا قالت مليح بالورى ومعطر. قلت يا مكة هل تعرفين صفاته؟ قالت يفوق البدر في كبد السماء. قلت يا مكة هل ظللته غمامة؟ قالت نعم وذراع الشاة كلما. قلت يا مكة هل كلمته غزالة؟ قالت نعم والضب جاء وسلما. قلت يا مكة بعض الحمام بغاره؟ قالت نعم والعنكبوت مخيما. قلت يا مكة داوى العليل بريقه؟ قالت نعم ورد عين قد تادت بعد العمى. قلت يا مكة نبع الزلال بكفه؟ قالت نعم وروى العطاش بعد الظما. قلت يا مكة حج النبي في منى؟ قالت نعم لبى وطاف وأحرما. قلت يا مكة قصدي أزور المصطفى؟ قالت سافر إلى أرض طيبة والحمى. قلت يا مكة هل تعرفين حبيبنا؟ قالت محمد شفيعنا لمن صلى وسلم. يا رب ارزقنا حلاوة قربه، فوالله لو رزقها إبليس لجاء وأسلما. صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. أيها السادة الحضور الكرام، عدنا مع حضراتكم إلى ساحة القرآن الكريم والعود الأحمدي في هذه الليلة القرآنية المباركة، التي نودع فيها رجل من خيرة الرجال، ورجل من أنقى الرجال وأتقى الرجال وأغلى الرجال. إن الرجال كنوز ليس يدريها إلا مرادا قد تحلى من معاليها. في الأرض مسكنهم والعرش مقعدهم، قلوبهم طهرت وهو الله هاديها. ألا وهو الراحل الكريم الحاج محمد السويفي رحمة الله عليه. نشارك الوالد الكريم الحاج قاسم السويفي
مشاركة ايضا لانجاله الاكرمين الحاج سيد السوافي، جميع الاسر والعائلة المرتبطة بصلتهم جميعا يتقدمون بخالص من الشكر والتقدير لحضراتكم ولكل من شرفنا لاداء واجب العزاء. ايها السادة الحضور الكرام، نستمع واياكم منصتين خاشعين لآيات الله الذكر الحكيم يتلوها علينا قارئ جمهورية مصر العربية وفخر قراء محافظة القليوبية فضيلة القارئ الشيخ مصطفى عادل نوار علم مصر والعالم الإسلامي، فليتفضل فضيلته مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها.
ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء.
ويفعل الله ما يشاء. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. الله الذي خلق السماوات والأرض. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار
وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا
وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا وبني أن نعبد وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا رب اجعل هذا البلد آمنا وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم إني أسألت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ومن عصاني فإنك غفور رحيم أسألت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات من الثمرات لعلهم يرشدون ربنا
وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن. ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني
مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعائي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. الحمد لله الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة رب اجعلني مقيم الصلاة رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي اجعلني مقيم الصلاة رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب.
رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صدق الله العظيم. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. سبحانه من اله له في كل شيء آية تدل على انه الواحد. الشمس والبدر من انوار حكمته والبر والبحر فيض من عطاياه. الطير سبحه والوحش مجده والموج قبره والحوت ناجاه. والنمل تحت الصخور السم قدسه والنحل يهدف حامدا في خلاياه. العبد يعصي ربه جهرا فيستره والعبد ينسى وربي ليس ينساه. صلوات ربي وسلامه عليك سيدي ابا القاسم يا رسول الله. استمعنا واستمتعنا الى هذه التلاوة القرآنية المباركة العاطرة تلاها علينا ذلكم العلم القرآني الاذاعي الشهير فخر قراء محافظة القليوبية فضيلة القارئ الشيخ مصطفى عادل النوار عالم مصر والعالم الاسلامي في ليلة التكريم الوالد الكريم رحمة الله عليه الحج محمد السويفي. فنسأل ربي العلي الكبير ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته مشاركة ايضا لاشقائه الاكرمين الحج قاسم السويفي مشاركة ايضا لانجاله الاكرمين الحج سيد السويفي وجميع الاسر والعائلة المرتبطة بصلتهم جميعا يتقدمون بخالص من الشكر والتقدير لحضراتكم ولكل من شرفنا لاداء واجب العزاء. نشكر ايضا صاحب مخازن الفراشة الذهبية والانارة الحديثة والهندسة الصوتية وكبرى الاذاعات الخارجية من داخل مؤسسة الحج حمادة بيومي الخدمة الفندقية المتميزة وواجبات الضيافة العالمية الكبرى إدارة المتر محمد حلويس والمتر منير التلاتي قناة المهندس محمد خالد للحفلات الدينية. أيها السادة الحضور الكرام شكر الله سعيكم جميعا.